شبكة الرافدين الإخبارية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العراقي العظيم، يا أبناء أمة العرب، أيها النشام الصناديد في قواتنا المسلحة الباسلة، إن يوم 6 من كانون الثاني من كل عام في السنة الميلادية ليس يوما كالأيام، وإنما هو بيرق عال على قمة عالية من قمم المجد في حياة أمتنا وحياة شعبنا. وهو منذ ذلك اليوم في سنة 1921 سفر خالد في حياة شعبنا في العراق وفي حياة الأمة العربية، بعد سبات وتخل عن الذات والمهمة امتد قبل الثورة العربية سنة 1916 إلى يوم تخلت فيه بغداد عن ذاتها والمهمة فسقطت خارج مدارها ومسارها إلى حيث ما كانت عليه وللظروف والأسباب المعروفة. مع بداية يوم 6 من كانون الثاني سنة 1921، وهو اليوم الذي تشكلت فيه أول بداية لمقاتلي قواتنا المسلحة، ابتدأ سفر خالد في حياة الشعب، كان وسيبقى سفرا خالدا في حياة الأمة بكاملها. ولقد كان جيش العراق جيش الأمة العربية بإيمانه ومشاعره القومية، وفي الجهاد والنضال حيثما كانت المنازلة واجبة ومتاحة أمامه في سوح الجهاد القومي، وكانت صولاته وجولاته مشهودة على أرض العروبة وسمائها في فلسطين والجولان وسيناء، كما كانت ذراعه تجاهد ضد الصهيونية العدوانية المغتصبة حتى ساعة المنازلة الكبرى في القادسية الثانية. أيها الأخوة، في حياة الأمم والشعوب لا تظل كل حلقة من حلقاتها المشرقة، ولا كل يوم من أيامها المجيدة منبع ضوء يمتد ليغذي بالمجد والظفر وبالإشراق كل أو معظم أيامها اللاحقة. أما يوم 6 من كانون فقد كان ذلك اليوم الذي تخلل بعطائه وكبريائه والمجد العظيم كل أو أغلب الحلقات المشرقة الماجدة من تاريخ العراق الحديث. إنه بداية استدلال على الطريق، وهو الخطوة الأولى والبوابة الأولى التي فتحت السبيل بصورة أو بأخرى أمام الخطوات التالية، وفتحت الأمل ليكبر مع انفتاح بوابات جديدة على طريق تلمس ووعي وتأكيد مستلزمات نضج الذات الوطنية ودورها
والواجبات القومية وكيفية إدائها. عندما نذكر 6 من كانون فليس لأنه يوم مجيد بحد ذاته، بل لأننا بذكره واستذكار مساره اللاحق إنما نستذكر ونتمعن في دروس ومعان ومكاسب، في دروس ومعان ومكاسب معظم ما هو مجيد وذو دلالات خاصة من أيام مسيرة شعبنا. إنه سفر خالد زاخر بالمعاني العظيمة بحق، يمتد إلى تصدي كوكبة من فرسان وشهداء العروبة، من ضباطه صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان، إلى من حكموا البلاد تابعين للإنجليز على عهد عبد الإله ونور السعيد، ليفتحوا الباب أمام ثورة تموز عام 1958، ومن بعد ذلك ثورة 14 من رمضان عام 1963، وأخيرا الثورة الوطنية العظمى في تموز عام 1968 التي نحتفل اليوم بجيشها الأغر. وبين أول كوكبة من شهداء وفرسان العروبة الذين قاوموا الاستعمار والتبعية والظلم، ومرورا بكل الثورات والانتفاضات الوطنية، وبين أول يوم في 6 كانون سنة 1921 كتب تاريخ جديد، وامتد سفر خالد لا لقواتنا المسلحة الباسلة فحسب، وإنما لكل شعبنا ولكل أمتنا العربية. ومن انتفاضة 1941 حتى القادسية الثانية وإنجازات رجال التصنيع العسكري، كبر العراق بأيام جهاده ونضاله حتى أصبح على ما هو عليه من عز ومجد وظفر. وهكذا يكون سفر الجيش وكأنه سفر للشعب، ويكون سفر الشعب في جانب أساسي منه وكأنه سفر الجيش. أيها الأخوة، عندما نستذكر قواتنا المسلحة وسفرها الخالد، وعندما نحتفي بقواتنا المسلحة ونحتفل بيومها الخالد، لا يكفي أن نذكر القادسية ودور رجالها بجملة هنا وجملة هناك، لأن دورها ليس كدور حلقات تكفيها في مثل هذه المناسبة جملة استذكار ذات دلالة، ذلك لأن كل تاريخ وسفر القوات المسلحة والشعب مما ذكرنا قد توقف أمام امتحان من طراز جديد، وأمام عدو من طراز غريب، وأمام تضحيات ونوع من الجهاد والعطاء بدونها كان سيختل كل ذلك التاريخ، ومعها كبر واتضحت معانيه على نحو أعمق دلالة ومعنى، وصعد السفر كله إلى قمة